السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة الأخبار المقدمة من قناة أخبار تركيا بالعربي. اليوم لدينا في الخبر الأول 7 سوريين يحاولون الانتحار أمام مركز الترحيل في أورفا، والخبر الثاني ارتفاع فاحش للذهب في تركيا نهاية الأسبوع، والخبر الثالث أردوغان يعلن قراره بشأن المعركة البرية في سوريا. ولكن قبل البدء في هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد. قالت المصادر أنه تم نقل 7 رعايا أجانب إلى المستشفى بعد محاولتهم الانتحار بشرب الشامبو، مشيرة إلى أنهم كانوا محتجزين في مركز الترحيل التابع للولاية تمهيدا لترحيلهم خارج تركيا. وأوضحت المصادر الإعلامية أن الضباط في مركز الترحيل أبلغوا الفرق الصحية بوضع المهاجرين وتم نقلهم إلى مستشفى أورفا لتلقي العلاج. ولدينا بالخبر الثاني ارتفاع فاحش للذهب في تركيا نهاية الأسبوع. سجل جرام الذهب التركي من العيار 24,750 ليرة تركية، أما جرام الذهب التركي من عيار 22 فقد سجل 992 ليرة. يليه جرام الذهب التركي من عيار 21 وقد سجل 930 ليرة. يعقبه عيار الذهب التركي من عيار 18 فقد سجل 789 ليرة. ولدينا في الخبر الثالث أردوغان يعلن قراره بشأن المعركة البرية في سوريا. قال الرئيس رجب طيب أردوغان: سنواصل بكل عزيمة ودون توقف نضالنا حتى نبني تركيا العظيمة والقوية، وأردف لن نسمح بالإرهاب والعصابات الإمبريالية الممسكة بزمامها أن تحيدنا عن طريقنا. وبهكذا نكون قد انهينا أخبارنا اليوم. شكرا لكم على حسن الاستماع ودمتم بخير.